يوم يرتبط ما بين النجاح والتألق. اليوم متواجدين في قاعة حمورابي لإحياء حفل تخرج دورة حورية بغداد. نبقى سوية أنا وأنتم لإحياء هذا الحفل. استاذ عبد الله، احنا فخورين بك على هذا الانجاز وعلى نجاح هاي الدوره. سولف لنا باختصار عن هاي الدوره، واجهها صعوبات من قبل النقابه؟ حبيبي استاذ غسين الطيب، شكرا لك وشكرا لقناتك الفضائيه. واكيد الصعوبات هي موجوده بكل مكان، بس نتيجه الصعوبات هي النجاح والحمد لله. لا بالنسبه للنقابه قدموا لنا تسهيلات وقدموا لنا تواجدهم ويانا، اكيد كان يضيف جزء من النجاح، وان شاء الله الحمد لله اليوم الاخير وراح تشوفون. زين استاذ عبد الله، قرار النقابه الاخير بالدعوه مال المهرجان ممنوع الرجال، فقط القنوات التلفزيونيه اللي يحضرون بها الاعلاميين لهم الحق. شلون شفت هذا القرار؟ والله هو شوف قرار صائب صراحه، بس احنا هم شوي احراج يعني من اصدقائنا اللي نحضر المهرجانات اللي حضرنا بالايفنتات، بس هو قرار خلينا نقول صحيح. ليش؟ اليوم اغلب الطالبات من عوائلنا الكريمه، واكيد تعرف انت اليوم اب والاخ يجي ويلقى شباب بالقاعه او يلقى مثلا موجودين اكثر من 5 6 7 شباب، فما راح يقبل. فاكيد احنا اختصرنا الموضوع هو بالبنات، واكيد قرار النقابه احنا نحترمه قدر. اكيد احنا نتمنى لك الموفقيه وتوعد جمهورك انه اكو دوره قويه. والله ان شاء الله حتى نكون واقعيين وياكم، احنا دوراتنا مستمره وحاليا هذا السيزون الرابع، وان شاء الله راح نقدم لكم بعد شغلات تعجبكم وفوائد. ويا الاستاذ الاسطوره اللي انا اسميه اسطوره وصديقي وزميلي استاذ علي المميز. مساء الخير حبيبي، شلونك؟ شلونك يا حبيبي؟ استاذ علي، احنا دائما نشوفك بهاي الدورات اللي تصير من قبل الاساتذه استاذ عبد الله دراجي واستاذ سجاد. شلون نشوف تنظيم اللي دورات وشلون نشوف دور النقابه بهاي الدورات؟ والله احنا بصراحه يعني كطاقه شبابيه الداعم الوحيد اللي احنا عندنا هو اساتذه الفرق اللي جاي يحضرون واللي يسوون هذا المهرجانات والدورات المجانيه او شبه مجانيه، والتنظيم. والنقابه الحلاقين حاليا عندها فد لغويه الطاقه الشبابيه. يا اخي ما اعرف حتى تسوي لك فد انجازات وانت ما تعرف بيها، يعني تحسها حافز. يعني انا هسه كنت قاعد يم الست خلاص الجميلي، ففاتحتني فد موضوع انا وافقت به والحمد لله. يعني صار عندنا رزق، هسه يصير عندنا رزق والحمد لله. وشف يعني يرتبوا لك الاشياء وانت ما تعرف. يعني تحس هذا تشجيع وحافز للمقابل؟ مو بس تشجيع، هذا دا يقول لك انه انا راح اوصلك للعربيه، يعني باكر عقبه يعني الله يسهل لك يجوز يرتبوا لك دورات خارجيه وانت ما تعرف، ترفع اسم بلدك بغير دوله. فهمت شلون قصدي؟ زين استاذ علي، سؤالنا الاخير قبل ان يعني نختم هاي التغطيه، اكثر شخص وقف وياك بمجال عملك؟ والدتي، يعني دعاء والدتي بس. اكيد الله يحفظها لك ان شاء الله وطولة العمر لها، ونتمنى لك الموفقيه. قبل ختام هاي التغطيه، استاذ علي انسان مثابر وانا جدا فخور به، وشكرا لك حبيبي. شكرا لك حبيبي.
نعوف اللاعب نور الدين مرابط اليوم ويا الضابط. مساء الخير. مساء النور حبيبي، شلونك؟ استاذ غيث المبدع، اخر شيء هجمه صارت قويه من الابداع بمسلسل خسوف. احكي لنا شلون كان دورك؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. مسلسل خسوف يعني الشخصيه بصراحه كان متعوب عليه امانه، والحلو بالشخصيه الناس اللي حبت هذا الشيء انه الاريحيه عندي كانت، فهذا الفضل يعود من بعد رب العالمين للمخرج مروان الجاف. كلش تعب على الشخصيه، كان دقيق بكل تفصيله بفريمة الضابط، لان تعرف انت اليوم الضابط لازم يقدم بأبهى واجمل صوره، لان احنا قاعدين نمثل وزاره الداخليه، فلازم تطلع النظره حلوه، لازم يكون الكلام كلش دقيق، لازم يكون الاداء محنك. فالعالم حبت عفويه مقدم عباس، شايف؟ فيعني هسه اسم مقدم عباس مشهور على السوشيال ميديا اكثر من غيث عباس، فيعني مرات تقول لهم عمي انا اسمي غيث عباس، لا انت اسمك مقدم عباس. زين اكو سؤال من الجمهور، انمار دائما يتعارك وياك بهذا الدور، وليش عصبي وليش ما ياخذ كلامك؟ شوف، شخصيه انمار اللي تعمق بتفاصيل المسلسل انه انسان لا ابالي، يعني من هذا الانسان انه عنده طبه السجين، كتله البني ادم، موضوع جدا طبيعي. فمن ننصدم ويا شخص ردعه، يعني حتى اذا لاحظتوا انه هو عنده يعني تاتش ويا ابوه، يعني حتى ابوه ما يحترمه، ما يحترم عمه. فلذلك من اجى يم الضابط زين اخر شيء بالحلقه العاشره، فقال بمشهد قال لي استاذ انت لا تلعب علي، فانا قلت له اللعب بعد مو يمك انمار، اللعب صار يمي. فهنا صارت له كتب شخصيته، لانه هو انسان يعني الورث والفلوس عامي عيونه، يعني هي احنا هاي بحياتنا موجوده، اكو ناس الفلوس تعمي عيونها، فبعد ما يشوف شيء قدامه بس انه يريد ياخذ حقه. استاذ غيث، يا مسلسل اللي ضافتك اكثر، خسوف لو المسلسلات السابقه اللي اعمال رمضانيه سابقه لك؟ شوف، هي يعني هذا الشيء حدد الجمهور امانه، يعني انا بمسلسل العم بشخصيه النقيب علي ايضا صار صدى كلش واسع على هاي الشخصيه، بس مسلسل خسوف كونا انه هو خارج الموسم الرمضاني على موسم محرم، شخصيه افتراضيه الى مساحه كلش حلوه. يعني انا الحمد لله والشكر اني اجتني اشاده من الاستاذ حيدر النعيمي، وهاي اشاده كلش كبيره، انه قال واخيرا المساحه اللي قدر يشتغل بيها غيث عباس. احنا اليوم الممثل اللي ناقصه انه ينطوه مساحه، انت اليوم اذا تريد تشوف ممثل متمكن انطيه مساحه لا تقيده. انا اللي حلو بالموضوع انه استاذ مروان الجاف قال لي هذا النص قدامك لا تعتبره قران، ضيف لي من عندك، شيل لي من عندك، اشتغل بالاريحيه. فاذا تلاحظ انه احنا صار بيناتنا انا واستاذ حافظ العيبي صارت بيناتنا مثل الحرب، اكو ناس قامت تطالب مسلسله خاصه فقط الشخصيه ابو انمار وشخصيه مقدم عباس، ايش قد ما حبوها، لين اعطيناها فاكهه، ما ظلينا بموضوع العصبيه وجريمه وما اعرف شنو، فصار تنوع بالموضوع. اكيد انا فخور بك حبيبي استاذ. سؤالنا الاخير، اليوم انت حاضر الدوره مال التخرج، شلون تشوف اجواء الدوره وشنو رايك باستاذ عبد الله الدراج واستاذ سجاد الكعبي؟ طبعا الاساتذه استاذ عبد الله واستاذ سجاد غنيين عن تعريفه وهم اصدقائي، وانا بالنسبه لي بصراحه اي مهرجان خيري انساني لوجه الله الكريم راح اكون اول الحاضرين له. اكيد نتمنى لك الموفقيه استاذ غيث، والله يوفقك ان شاء الله بقادم اعمالك وقادم حضورك للمهرجانات، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا حبيبي. اليوم ويا نائبة رئيس النقابة ست إخلاص الجميلي، مساء الخير والعافية عليك. مساء الأنوار والسرور عليك. بداية قبل أن نحكي عن الدورة، كل عام وأنتم بخير مناسبة عيد ميلادك. يا رب إن شاء الله طولة العمر إليك. تسلم لي، ممنونة عزيزتي. ست، شلون تشوفين تنظيم الدورات هاي ثالث دورة الأستاذ عبد الله الدراجي جاي تنجح ومن تألق التألق، يعود هذا السبب إلى النقابة؟ طبعا بداية تأسيس الفريق أنا وياهم، إشراف من أول دورة ولحد الآن مشرفة على هذا الفريق. هذا الفريق تبنيته لأن حقيقة بشخصيات وبمدربين وبرئيس فريق يعجز اللسان عن وصفهم، محترفين، تدريبهم يعني أقول لك 100%، معتمدين من النقابة، وأستاذ عبد الله منطيهم مساحة. النقابة طبعا مشرفة على هذا الفريق، وايضا شهاده تكون مصدقه للنقابه العامه للحلاقين والمزينين. ست، احدى القرارات من حضرتكم من النقابه بهيك دوره، يعني بهاي الدوره ثالث دوره لهم،
ممنوع الرجال، فقط النساء والاعلاميين اللي يحضرون بالقناه. تحسين هذا قرار صائب؟ اكيد. ليش؟ لانه المراه تكون مقيده دائما زين بتصرفاتها بحركاتها، فاحنا خلينا فريق للرجال وفريق للنساء. الحضور فقط المدعوين، الفنانين، النقابه، فقط هذه المجموعه من الرجال يكونون حاضرين، لكن هي نسائيه بحته، لان هي اصلا دعما للمراه العراقيه. احنا نتمنى لك الموفقيه ان شاء الله استخلاص، ونرجع مره ثانيه نقول لك لك طول العمر وكل عام وانت بخير، ويا رب ونشوفك اعلى المراتب، وشكرا لك. شكرا جزيلا، انا ممنونه ومشكوره من عندكم. أكيد إلى هنا وتنتهي تغطيتنا لهذا اليوم. كان معكم في الإعداد والتقديم حسين الكعبي، أكيد، وشكر وتقدير للمصور حسن كلوزة.